طبتم أوقاتا سيداتي سادتي أينما كنتم من الفضائية الإريترية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء المستهل كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس السياسي يستقبل وفد الصين في الشؤون الأفريقية. ورشة عمل حول اكتشاف الأعمال اليدوية في كران. تدريب عمال القطاع العام في مصوع. الصين ترفع ميزانية جيشها بنسبة 7.1% وتتمسك بتايوان. بالخطأ الهند تطلق صاروخا باتجاه باكستان. تركيا وأرمينيا تتعهدان مواصلة التطبيع. أهلا بكم للتفاصيل. قال فخامة الرئيس سياس أفريقيا أن الصين يمكنها القيام بمساهمة بناءة في جهود دول القرن الأفريقي لبناء تكامل إقليمي. جاء ذلك لدى استقباله الوفد الصيني الخاص لشؤون القرن الأفريقي. وأكد فخامة الرئيس سياس تأييد إريتريا لفكرة الصين لإقامة مؤتمر دول القرن الأفريقي في النصف الأول من هذا العام. من جانبه أوضح مبعوث الصين الخاص في القرن الأفريقي سو بينغ أن إريتريا من الدول الصديقة القريبة مع الصين، وأن بلاده على استعداد لتطوير العلاقات مع إريتريا والمساهمة للأمن الإقليمي والتنمية والإدارة الجيدة. وأكد على مساهمة الصين في المشاريع التنموية الإريترية التي فضلها الرئيس سياس أفريقي. وحول الأوضاع الإقليمية ذكر الرئيس سياس أن للصين دورا كبيرا لضمان التوازن العالمي، مشيدا بدورها في هذا الصدد. حضر اللقاء من جانب إريتريا وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح، ومستشار الرئيس السيد يمان قبراب، ومسؤول الشؤون الاقتصادية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد حاغوس قبريهوت. ومن جانب الصين السفير المعتمد في إريتريا كايجي. وأوضح مبعوث الصين الخاص في القرن الأفريقي السفير سو بينغ لوكالة الأنباء الإريترية بشأن زيارته ولقائه فخامة الرئيس سياس أفريقي أن الصين وإدراكا منها الأهمية السلام والاستقرار أطلقت مقترح لإحلال السلام والاستقرار في القرن الأفريقي، مشيدا بدعم إريتريا للمقترح. وسيواصل الوفد الصيني زيارته التي بدأها بإريتريا إلى دول القرن الأفريقي الأخرى. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي أجريت اليوم السبت في مراكز الفحص في إقليم عنسبة أظهرت إصابة مواطن واحد من حمل ماله بمرض كورونا، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9721. شفي منهم 9616 وتوفي 103 مريض، فيما لا يزال مريضان يتلقان الرعاية الصحية في المستشفى. وزارة الصحة 12 من مارس 2022. نظمت وزارة التجارة والصناعة ورشة عمل يومية 10 و11 من مارس في مدينة كرن حول استكشاف الأشغال اليدوية في البلاد. وأوضح المدير العام لقسم الصناعة في الوزارة السيد تادس ولد يوهنس في افتتاح الورشة أن الأشغال اليدوية انعكاس للثقافة والعادات والتعبير عن الهوية، ولديها سهامات كبرى لخلق فرص العمل ورفع مدخول الأسرة، ومن المهم تفعيله دون الإضرار بالجذور. وقال أن وزارة التجارة والصناعة ظلت تقوم بدراسات منذ العام 2017 لوضع خطة استراتيجية لتطوير الأشغال اليدوية، وأجرت أعمال استكشافية بين عامي 2019 و 2020 لجمع المعلومات عن الوضع الراهن للأشغال اليدوية وتحدياتها والفرص المستقبلية. ونظمت ورشة عمل لإثراء المعلومات الاستكشافية التي شارك فيها أعضاء الوزارات وإدارات الأقاليم والفنانين والخبراء وتوثيقها بشكل جيد.
وذكرت الدراسة الأولى من نوعها خلفية فناني الأعمال اليدوية الإريتريين ورأس المال والخدمات المالية ومصادر دخل إضافية والعمالة والتدريب ومواقع تسويقية ومصادر أدوات العمل والمواد الخام وعملية الإنتاج ونوعية الإنتاجية وكذلك التحديات ونماء الأعمال اليدوية. من جهتهم قدم المشاركون آراء وتوصيات بناءة من ضمنها منح الأعمال اليدوية اهتمام أكبر لتكون همزة وصل لتناقل الفنون الثقافية والقيم الوطنية وعدم انحصارها في مصادر دخل فقط. وشارك في الورشة أعضاء وزارة التجارة والصناعة قادمين من كافة أرجاء البلاد ومسؤولي الأقسام بالاتحادات الوطنية في إقليم عنسبة وفنانو المجال وغيرهم من الضيوف المدعوين. نظمت الكونفدرالية الوطنية للعمال دورة تدريبية ل52 عاملا بالتعاون مع إدارة إقليم شمال البحر الأحمر في مجالات المحاسبة وإدارة المكاتب. وقال مسؤول الكونفدرالية الوطنية للعمال في إقليم شمال البحر الأحمر السيد هبتة مريم تسفى ميكائيل في مراسم التخريج في 11 من مارس أن التدريب يأتي في إطار برامج التأهيل القصيرة التي تقوم بها الكونفدرالية بالتعاون مع شركاء إلى جانب التدريب المطول في مركز التدريب التابع لها بهدف رفع قدرات العمل. وأوضح مسؤول الإدارة والمالية في إدارة الإقليم السيد أمين كتمة أن مثل هذا التدريب يسهم في رفع معرفة وقدرات العمال. وأكد ممثل المتدربين على أهمية التدريب الذي تلقوه في عملهم. بجانبها أشادت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر أسمرة أبرهة في ختام الدورة التدريبية ببرامج التدريب الذي تقوم به الكونفدرالية الوطنية للعمال لتأهيل العمال. نظم سيمينار في مدينة تسنية لتقوية قدرات الطالبات في القطاع الأكاديمي وخاصة في جميع مجالات المرحلتين الإعدادية والثانوية. وأوضح السيمينار فتح فرص تعليمية أفضل في الوقت الراهن وقدمت دعوة لمواصلة الطالبات دراساتهن حتى بلوغ المستوى الأعلى وعلى المعلمين بذل جهود حثيثة ولعب دور بارز. وأوضحت الدكتورة الشابة روتا زرعوم الأفكار المعرقلة لتطور المرأة مشيرة إلى أن سر تحقيق نجاحات كبرى في المجال الأكاديمي يكمن في الرغبة العالية والهدف الواضح. وأشارت إلى أن العادات المتخلفة وخاصة زواج القاصرات تعد من أهم الأسباب المؤدية إلى الوفيات ومقاطعة التعليم، داعية المرأة الشابة الحذر من الوقوع في مثل هذه الأخطاء والقيام بمتابعة أوضاعهن الصحية جيدا. وأدعت الدكتورة روتا جميع أفراد المجتمع للتمتع بمساهمات واعية لتعزيز حقوق المرأة في كافة مجالات الحياة والحد من التمييز. وذكرت المشاركات أهمية السيمينار مناشدات تنظيمه وتقديمه في المدارس وغيرها من الأماكن العامة بصورة أوسع. صرح مسؤول الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا في مديرية دقة محار الشاب فيليمون مسبن تقديم جائزة عندما سل مقدمة بالتعاون بين الاتحاد ووزارة التعليم للطلاب المتفوقين في امتحان الشهادة المتوسطة الوطنية بهدف ضمان استمرارية التفوق. وأوضح تقديم الجائزة ل 126 طالبا بينهم 66 طالبة حققوا نتائج عالية بأكثر من 80% نقطة على مستوى المديرية. بدورها دعا سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم الجنوبي السيدة أمة نجوسيل الطلاب الذين حققوا نتائج عالية لتقويتها ببذل جهود حثيثة وعدم التهاون. من جهتها قال مدير المديرية السيد يمانة أبرا أن التكريم الذي استحقه الطلاب جاء نتاج جهودهم ومدارسهم وآبائهم ومعلميهم ويجب الدفع به قدما. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية تخريج 40 امرأة حصلنا على دورة تدريبية على تصفيف الشعر. وقد كرم حتى الآن في الإقليم الجنوبي في 7 دفعات 1771 طالبا من الطلاب المتفوقين في امتحانات الشهادة الوطنية المتوسطة.
استشهد في 10 من مارس مسؤول الحجر في وزارة الصحة المناضل تافك عقبة ميكائيل عن عمر الناهز 74 عاما جراء مرض علم به. التحق المناضل تافك بصفوف قوات التحرير الشعبية في شهر فبراير عام 1975 وخدم في مرحلة النضال وبعد الاستغلال في الخدمات الصحية. المناضل تافك متزوج وأب ل3 أبناء، وقد وري جثمانه السبع ظهر اليوم السبت في مقبرة الشهداء بأسمرة. وتعرب وزارة الصحة عن حزنها لاستشهاد المناضل تافك عقبة ميكائيل، وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه المناضلين وزملاء العمل. نتوقف مع فاصل ما ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. قررت بكين زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 7.1%، وجددت في الوقت ذاته تمسكها بتبعية تايوان لها وفق مبدأ الصين الواحدة. وقد أقر المجلس الوطني للنواب الشعب الصيني زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري، وذلك في اليوم الأخير لدورة الانعقاد السنوي للمجلس في بكين. ووافق المجلس التشريعي بحضور نحو 3000 مندوب على سياسات الحكومة الاقتصادية، فضلا عن مشروع موازنة يتضمن زيادة كبيرة بواقع 7.1 في موازنة الجيش. وتعد هذه أكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي خلال 3 سنوات. وجدد المسؤولون في المؤتمر السنوي تأكيد حرصهم على الطموح الصيني الجيوسياسي بشأن تايوان. أطلق الجيش الهندي عن طريق الخطأ صاروخا باتجاه باكستان حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الهندية، معبرة عن أسف بالغ. وقالت وزارة الدفاع الهندية في بيان أنه في إطار صيانة روتينية أدى عطل فني إلى إطلاق صاروخ عن طريق الخطأ. ولم تحدد نوعية الصاروخ، لكنها قالت أنه سقط في منطقة في باكستان، وعبرت عن أسف بالغ للحادثة والارتياح لعدم خسارة أرواح. جاء البيان بعد ساعات على إدانة وزارة الخارجية الباكستانية ما وصفته بانتهاك غير مبرر لمجالها الجوي من جانب جسم طائر أسرع من الصوت مصدره الهند. واستدعي القائم بالأعمال الهندية في إسلام آباد إلى وزارة الخارجية لتقديم احتجاج قوي، كما أضافت. تعهد وزيرا خارجية تركيا وأرمينيا في تركيا مواصلة عملية التطبيع بين البلدين. وأشاد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أمام الصحافة بمحادثات مثمرة وبناءة في أنطاليا مع نظيره آرات ميرزويان. وكذلك أعلن تشاوش أوغلو أن أذربيجان تدعم عملية التطبيع بين تركيا وأرمينيا، بينما كانت العلاقات تعثرت بين أنقرة وبريفان بشأن مسألة ناغورني قرباخ من بين ملفات أخرى. وبدأت أنقرة ويريفان مؤخرا اتصالات مباشرة بهدف تطبيع العلاقات بينهما عبر تعليم مبعوثيهما الخاصين، ثم اجتماعهما في موسكو في 14 من يناير. واستونفت أولى الرحلات التجارية بين تركيا وأرمينيا منذ عامين أوائل فبراير، لكن الحدود البرية بين البلدين لا تزال مغلقة منذ عام 1993، مما يجبر الشاحنات على العبور عبر جورجيا أو إيران. في الختام تذكير بأبرز العناوين. فخامة الرئيس السياسي أفريقيا يستقبل وفد الصين في الشؤون الأفريقية. ورشة عمل حول استكشاف الأعمال اليدوية في كندا.
استشهاد المناضل تارق عقبة ميكائيل. الصين ترفع ميزانية جيشها بنسبة 7.1% وتتمسك بتايوان. بالخطأ الهند تطلق صاروخا باتجاه باكستان. وتركيا وأرمينيا تتعهدان بمواصلة التطبيع. في أمان الله وحفظه.